اهلا بيكم. عاملين ايه؟ في اخر الحلقه اللي فاتت قلت هتكلم المره الجايه عن ازاي تحل المشكلات بشكل علمي. انا هدفي من الحلقه دي اوصل لك حاجه واحده، انك لو استخدمت الاسلوب العلمي في حل المشكلات مخك هيوصل للحل بسرعه. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن التكرار، انك ترسم المشكله وتكررها في دماغك توصل للحل. طب انا هستخدم اسلوب تاني، ايه هو اسلوب حل المشكلات؟ اسلوب حل المشكلات لما تجربه ممكن من غير تكرار توصل لحل المشكله. بس اهم حاجه لما اجي اواجه اي مشكله لازم اكون هادي جدا. الخطوه دي مهمه جدا، تقليل الانفعال. ليه؟ قلت قبل كده في المحاضره بتاعت المذاكره وقال الامتحان، كل ما قلل الانفعال اللي انا حاسس بيه كل ما معدل ذكائي يزيد ووظفت العلاقه منحنيه في حلقه قلل الامتحان. طيب ازاي اقلل الانفعال بتاعي؟ ازاي اقلل توتري؟ ازاي ابقى هادي؟ اول حاجه فرغ المشاعر السلبيه اللي جواك. دايما بقول جيب ورقه فاضيه اكتب فيها كل حاجه بتيجي في دماغك، حتى لو شتايم مهما كان كلام تافه اكتب لحد ما تلاقيش حاجه تكتبها خالص، وبعد كده احرق الورق. دي طريقه. الطريقه التانيه ابكي، عيط براحتك، اقفل على نفسك في اي مكان كده وعيط براحتك، خرج كل الطاقه السلبيه اللي جواك. اصلا البكا ايه اللي بيحصل فيه؟ ماده بتفرز في الجسم، ما انت بتعيط الماده دي بتخلي الانسان يبقى هادي ريلاكس خالص. وكل ما تكرر الطريقه دي هتلاقي نفسك بتهدى. كل ما تفتكر مشكله مضايقاك وتعيط بتلاقي نفسك بتهدى وخلاص. بعد كده المشكله تجيلك تاني وما تعيطش، لان اصل الجسم اتعود على الهدوء. دي طريقه تانيه، ان انت تخيل ان اللي جايب لك اللي سبب لك المشكله ده تنزل فيه ضرب. كان في حلقه في ساكن قصادي جميله قوي، بتاعت ايه؟ بتاعت اللي هم عملوا عرايس بلاستيك كده، وكل واحد بيتخيل الانسان اللي مضايقه في حياته وينزل فيه ضرب وينزل في عروسه بلاستيك. دي فعلا طريقه تفريغ الكبت. كان في فيلم اجنبي شفته، كان المعالج النفساني بيتكلم مع الناس بيقول له لما انت تكون غضبان جيب المخده وعضها، يبقى حركه الضرب. تخيل شخص انت متضايق منه تضربه او بتعض المخده، ما انت تفتكره بيفرغ الطاقه السلبيه اللي جواك، يبقى تفريغ الكبت. يا اما ان انا بكتب مشاعري كلها، كل الافكار اللي جوايا لحد ما الاقيش حاجه اكتبها احرق الورقه، او اجيب حاجه كده اضرب فيها او اعض المخده او انا اعيط. كل ده تفريغ كبت. طيب غير تفريغ الكبت ايه؟ لازم تبقى ريلاكس، لازم تبقى هادي جدا. طب ازاي ابقى هادي؟ ابقى هادي عن طريق التنفس العميق. تاخد نفس عميق، املى رئتي كلها، اعد ل10 اخرج واكرر الحكايه دي كام مره، ابقى هادي. ان اكتر اشرب الليمون والبرتقال فيهم فيتامين سي اللي بيقلل نسبه الكورتيزول في الدم اللي هو هرمون التوتر، ببقى هادي. ويا ريت من غير سكر. ان انا افضفض لحد، ودي برضو تفريغ كبت، بس يعني ايه؟ بس تفريغ كبت ايجابي. فضفض لحد على اللي مضايقني ببقى هادي. ان انا بجيب كرة الاعصاب اللي بتتباع في المكتبات واقعد اعملها كده كل شويه، مع الوقت ببقى ريلاكس. ان انا افتح اليوتيوب اشوف قناه ريلاكس ديلي مثلا واشوف مناظر طبيعيه واسمع موسيقى هاديه، مع الوقت ببقى ريلاكس فعلا. طرق الهدوء كتيره جدا، وانا شرحت كام تقنيه كده بسيطه ممكن اي حد يعملها. دي نقطه تقليل الانفعال. تاني حاجه بقى اتباع الاسلوب العلمي في حل المشكلات. بعد ما ابقى هادي خالص وافرغ كل الكبت اللي جوايا، اعمل ايه؟ اجيب ورقه فاضيه واشتغل بايدي. ليه انا دايما بحرص على الكتابه؟ ليه دايما بنبه ليها كتير؟ الكتابه يعني تنظيم تفكير. كان رفعت اسماعيل في قصه مره بيقول ايه؟ اما افكار بتكون في دماغي بتكون عامله زي كيس البيض اللي البيض بيدخل في بعضه بيتكسر، يبقى غير صالح. لما بفرغ الخواطر على الورق بيبقى الافكار منظمه. يبقى اول نقطه تنظيم التفكير عن طريق كتابه الافكار في ورق.
طب انا هكتب افكار؟ لا مش هكتب افكار، انا هكتب طريقه حل المشكلات. اول خطوه لازم ادي مثال. مثال شهير قريته في كتب تنميه التفكير الابداعي، بيقول لك واحد، تخيل نفسك كده عندك عربيه وسايق العربيه في طريق ايه، في حته مقطوعه. فجاه العربيه فلت منها عجله. وقفت العربيه طبعا، نزلت منها، لقيت العجله مفكوكه، والمسامير اللي المفروض تربط العجله بالعربيه مش موجوده. نفترض بقى ان انا ايه، هديت نفسي خالص ومعايا القلم والورقه، اكتب اول حاجه تعملها في الورقه، تعمل سطر كده جميل اكتب عليه تحديد المشكله. المشكله ايه هي؟ اكتبها كده، تحديد المشكله ضياع المسامير. اول نقطه. معلومه، حد الع... العجله فصلت والمسامير ضاعت. ايه المشكله؟ ان انا عايز ارجع العجله تاني في العربيه ومحتاج مسامير، المسامير ضاعت، ضياع المسامير، هي دي المشكله. تاني حاجه، افتراض الحلول. ازاي ايه الحلول؟ احاول اتصل بالموبايل بتاع حد يجيب لي مسامير من معارفي. طب افرض مفيش شبكه، ندخل على الحل التاني. ايه هو بقى؟ حد بيبيع مسامير هنا في المنطقه؟ لا مفيش حد بيبيع مسامير. لا، افتراض الحلول، انا اسف، اللي انا الاقي مسامير اركبها في العجله، هو ده الحل. وافتراض حلول خطوات كتير، بس انا يعني جايب مثال مختزل شويه. تالت حاجه، جمع المعلومات عن طريقه حل المشكله. دي الخطوه الثالثه، اللي انا اتصل زي ما قلت من شويه. طيب افرض مفيش سيجنال، اللي انا ادور على حد بيبيع. طب انا في حته مقطوعه. اما انت بتفكر بالطريقه دي اللي بيحصل، انا قلت في التكرار، اما انت بتكرر تعرض للمشكله زي ما اينشتاين قال، بتعرض للمشكله مره واثنين وثلاثه، قال بكل بساطه انا مش عبقري. الفكره كلها اللي انا بكافح مع المشاكل بمده اطول. انت بتعتبر كده على فكره، بتكرر فعلا، بتتعرض للمشكله اكتر من مره. حد اشيل منه مسامير؟ مفيش. سيجنال؟ مفيش. مخك بيقعد بقى يدور على مصادر المسامير. فجاه هيبان في دماغك الحل المكتوب في كتب الابداع. ايه هو؟ ان كل عجله من الثلاث عجلات التانيين متثبته في العربيه فيها 4 مسامير، واللي انا ممكن اسحب من كل عجله مسمار، وكل عجله من الثلاث عجلات تتثبت ب3 مسامير. يبقى الخطوه اللي بعدها بقى ايه؟ تطبيق الحل. انا ليه شرحت اسلوبي علمي في حل المشكلات؟ لانه زي الطريقه اللي فاتت، ان انا عن طريق استخدام الحواس، انا بكتب، بنظم تفكيري عن طريق الكتابه، اللي انا بقعد افترض حلول، بوصل للحل بتاع المشكله. الفكره كلها عشان اوصل لحل المشكله لازم اشغل دماغي، حتى لو جبت في الاول حلول غلط وقلتها في قلق الامتحان بشكل ما، بكسر الحاجز. اكسر الحاجز ازاي؟ انا لما دخلت امتحان حسيت نفسي انا مش شغاله، قلت هجاوب اي اجابات غلط، وبعد كده اللي هيحصل، اللي حصل ده لما قعدت اجاوب الاجابات الغلط، لقيت فجاه الحلول الصحيحه بتيجي في دماغي. هي الفكره كلها تشغيل دماغ. يبقى نراجع بسرعه قبل ما اقفل الحلقه. ايه خطوات حل المشكله؟ اول حاجه تقليل الانفعال، تفريغ الكبت، تعيط، تفضفض، تقدر تتخيل الشخص متغاظ منه تقعد تضربه، تعض المخده، تكتب كل الحاجات اللي مضايقاك في ورقه وتحرقها وتكرر الحكايه دي كام مره لحد ما تلاقيش حاجه تكتبها خالص. الهدوء عن طريق كرة الاعصاب، اشرب برتقال ليمون كتير، التنفس العميق، وسائل كتير. بعد كده تنظيم التفكير، اخلي معايا ورقه فاضيه اكتب فيها المشكله. قلنا على المثال ده ضيع مسامير. تاني حاجه افتراض حلول، الاقي مسامير. تالت حاجه جمع المعلومات عن مصادر المسامير، اتصال، سيجنال واقعه، شراء، مفيش محلات في الحته اللي انا فيها. انت وانت بتشغل دماغك الحل بينط في دماغك. الحل الصحيح اللي هو ايه؟ اخد من كل عجله من الثلاث عجلات التانيين مسمار. الخطوه الاخيره تطبيق الحل. الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون موضوعنا عن بعض المهارات الذهنيه او العمليات العقليه اللي بستخدمها في حل المشكلات. غير كده ندخل على عامل من عوامل الذكاء اللي هو الخبره. عن اذنكم.